احلى بقى حواوشي مشوي على الفحم ممكن تاكله في المحل، ودي بقى سندوتشات كفتة كمان في عيش بلدي جامدة جدا. النهاردة هنجرب واحد من احسن الناس اللي بتعمل حواوشي في المحل، وهو مطعم ابو محمد. مطعم ابو محمد ده موجود في المحلة جنب السنترال في الطريق بين البندر وطلعت حرب. المكان زي ما انت شايف كده هادي كده وروحه حلوة وبسيط وجامد جدا. اول حاجة بقى نزلت لنا هي سلطات طحينة ومخلل وسلطة خضراء. السندوتشات خدت تقريبا تلت ساعة لما جت، لانه بيسويها من الاول، مش بتبقى موجودة عنده ويسخنها. اول حاجة بقى الكفتة هنجربها معاكم الاول، والعيش بيبقى متحمص كمان على النار اللي اتسوت عليه الكفتة. طعم الكفتة كويس قوي، والعيش كمان طري كده وصابح مع التحميصة اللي هو خدها دي، خلت طعمها جامد قوي. والكفتة اللي موجودة في السندوتشات دي 3 قطع كفتة من اللي هي مدورة، يعني مش صابع. نخش بقى على اجمد حاجة عنده وهو الحواوشي. الحواوشي عنده متحمص كويس جدا، وطعمه بصراحة جامد قوي، خصوصا لو حطيته كمان في الطحينة كده هيديك طعم جامد قوي. باشا. السندوتش كده مليان، واللحمة متوزعة في كل حتة فيه، ما تلاقيش فيه حتة فاضية. يا باشا. تعالى خد يا بقى. يا باشا. فين الفلوس؟ السندوتش ده سعره 20 جنيه، والكفتة كمان ب20 جنيه. ما اظنش ان اللحمة دي بلدي طبعا، لان السعر باين ان هو اصلا مش بلدي، بس بصراحة الطعم كان جامد قوي، ومن احسن الحواوشي اللي ممكن تاكله في المحل. لو انت من المحل وجربته قول لي ايه رأيك. لايك وفولو عشان في تجارب تانية جامدة جدا.